كلنا بنحب السفر، بس في مصر اخترعوا حاجة كده اسمها التصريح الأمني. ناس كتير عندها معلومات مغلوطة بخصوص حاجة كده مش هتلاقيها موجودة غير في بلدنا المحروسة، ألا وهي التصريح الأمني. ايه هو التصريح الأمني ده وايه لازمته وايه الفرق ما بينه وما بين تصريح السفر؟ مين اللي بيحتاج انه يطلع التصريح الأمني وايه هي البلاد اللي بتحتاج للتصريح ده؟ في الفيديو ده هجاوبك على كل الأسئلة دي بالتفصيل، فخليك متابع. بص يا سيدي، الأول خد نفس عميق كده وتعالى أقول لك على كل حاجة وصل لها العلم الحديث بخصوص ما يسمى تصريح الأمن. بكل بساطة هو موافقة الجهات الأمنية بخصوص سفرك لبعض الدول. أكيد خايفين عليك طبعا، ولكن بيكون مطلوب إذا أنت بس مسافر من مطارات في مصر. أما بقى تصريح السفر فده بيستخرج من وزارة الدفاع للشباب اللي لسه في سن التجنيد. منين بنطلع التصريح الأمني؟ المكان الوحيد اللي هتقدر تطلع منه التصريح الأمني هو الإدارة العامة للجوازات والهجرة في العباسية.